ازيكم؟ ان شاء الله النهارده هنعمل وصفه جميله جدا، وتعتبر من اكتر الوصفات اللي بتطلب، او من اكتر الحاجات اللي بتطلب مني في الكيترينج، ومن اكتر الحاجات المحبوبه قوي. هي الايس كريم الباتر بيكان، او يعني ايس كريم بنكهه الباتر بيكان. آه، الباتر بيكان ايس كريم ده يعتبر one of my best sellers في الكيترينج. طبعا الايس كريم في حد ذاته يعني مطلوب ومحبوب وجميل جدا جدا، بس بالذات نكهة الباتر بيكان من النكهات الناجحة جدا والمحبوبة جدا جدا جدا. طبعا زي ما انتم شايفين الايس كريم لسه طري، انا كالعادة ما بصبرش، يعني المفروض ان هو يجمد شوية، بس مش قادرة اقول لكم طعمه تحفة قد ايه. وميزة الايس كريم ده ان نكهة البيكان واضحة وجميلة، ده غير قطع البيكان الجميلة اللي بتبقى مقرمشة ومتكرملة. تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنعمله. ولو انتوا اول مرة تشوفوني، انا عندليب ودي قناتي، ويلا نبتدي الوصفة. وفي حلة على البوتاجاز، انا لسه ما ولعتش النار، انا حاطة لتر من اللبن كامل الدسم. لتر او كيلو، الاتنين واحد او الكمية واحدة. هنحط فوقيهم 60 جرام من اللبن الباودر. اللبن الباودر من الحاجات اللي بتخلي الايس كريم قوامه كريمي اكتر. هنحط فوق اللبن الباودر برضو، هنحط 150 جرام من السكر البني الغامق مش الفاتح. مهم جدا. بصوا، ده نوع السكر البني اللي هو بيبقى عامل زي الرملة المبلولة وماسك كده عامل كتل زي ما انتوا شايفين. السكر البني ده مهم جدا، وللأسف مش هينفع نستعوضه او نحط بداله اي حاجة تانية، لان السكر البني ده هو اللي بيدي طعم البيكان في الايس كريم. ومن غيره مش هنحس بطعم البيكان زي ما هو واضح في الايس كريم. هنحط برضو 150 جرام قدهم من السكر الابيض، و60 جرام من الجلوكوز او العسل. مهم جدا العسل او الجلوكوز، لان ده برضو بيدي قوام للايس كريم كريمي وحلو. هنحط بقى نص معلقة صغيرة من الملح، وبرضو الملح مهم جدا. هنسيب بقى الحلة دي كده على جنب شوية، ونبتدي نجهز البيض بتاعنا. هو المفروض ان الكمية دي بتاخد 200 جرام من صفار البيض، مش يعني صفار البيض فقط. بس انا عشان بعمل ايس كريم كتير، وال 200 جرام من صفار البيض دول يعملوا 10 بيضات. فانا بيبقى عندي بياض بيض كتير جدا، وبستهلك بيض كتير جدا، فعشان اوفر شوية من عدد البيض ومن كمية بياض البيض، فانا حطيت بستخدم بس 8 بيضات، وبحط اغلبهم طبعا الصفار مع حبة من البياض. المهم انه يديني في الاخر 200 جرام من الثمان بيضات. هو هنا 208 مش مشكلة، المهم ان احنا ناخد 200 جرام. يعني هاتوا 8 بيضات وهاتوا منهم 200 جرام. وهنبتدي نجهز برضو الجيلاتين. انا عندي هنا معلقة كبيرة من المية، هنحط عليهم معلقتين صغيرين من الجيلاتين. لو ما عندناش جيلاتين مش مشكلة، ممكن نستغنى عنه، بس هو برضو من الحاجات اللي بتخلي قوام الايس كريم كريمي وحلو. هنحط الجيلاتين على المية ونبتدي نقلبهم كده مع بعض، عشان حبيبات الجيلاتين تشرب المية وتبتدي تعمل بلومينج او تنتفخ وتبقى مظبوطة. وهنحط برضو الجيلاتين ده على جنب كده، ونبتدي نولع النار على الخليط اللبن بتاعنا. نار وسط كده، ونبتدي نقلب لحد لما اللبن الباودر والسكر يدوب، والخليط نفسه لما نحط ايدينا كده او صباعنا نحس ان الخليط بقى سخن كفاية، بس مش بيلسع، السخونية مش جامدة يعني. هنقوم بقى حاطين، لما نوصل للمرحلة دي هنحط البيض بتاعنا كله، وبعد كده بالهاند بلندر. الوصفة دي محتاجة هاند بلندر. بالهاند بلندر هنضرب الخليط بتاعنا كده، يعني نضربه كويس بحيث ان البيض وكل الخليط يتجانسوا مع بعض تماما زي ما انتوا شايفين كده بالمنظر ده. وهنرجع الحلة على النار. مهم جدا ان النار تكون نار وسط، ما تكونش عالية، عشان الخليط ده المفروض انه ما يغليش او ما يوصلش لدرجة حرارة 100. هو المفروض يوصل لدرجة حرارة 85، عشان البيض ما يتكتلش ويبقى عامل زي السكرامبلد اجز كده، او في قطع بيض كبيرة. مش مشكلة خالص حتى لو حصل ده معانا، هقولكوا هنعمل ايه. المهم بقى تبقى ايدينا في الخليط ده لحد لما نحس ان الخليط تقل كده وابتدى
كده يغطي الظهر. يعني بصوا كده لما نيجي نعمل بصباعنا كده خط، طالما ما جوش على بعض يبقى كده تمام، الخليط كده او البيض استوى معانا. وكده هنقفل النار على الخليط بتاعنا. شوفوا الخليط بتاعنا مغليش، اول بس ما نحس ان هو غطى المعلقة الخشب كده تمام. برضو بقى بنضيف الجيلاتين بتاعنا، وبرضو بالهاند بلندر هنبتدي نضرب الخليط بتاعنا كويس عشان الجيلاتين يدوب. وبرضو في المرحلة دي لو الخليط كان سخن مننا جامد وبقى فيه كتل بيض، الهاند بلندر هتدوب كل حاجة وهتخلي الخليط بتاعنا متجانس وحلو جدا ومظبوط جدا. فما تقلقوش، حتى لو الحرارة عليت بزيادة او لأي سبب تكتل البيض مفيش مشاكل، الهاند بلندر بتحل الموضوع ده. خلاص بعد ما خلصنا هنضيف 600 جرام من الكريمة، كريمة الخفق للحلويات او الكريمة اللباني. بس انا الكريمة بتاعتي كانت متكتلة شوية، فبرضو احتجت ان انا استخدم الهاند بلندر عشان ادوب كتل الكريمة دي زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده. وبعد كده بعد ما اتأكدت ان الخليط تجانس خالص خالص، بصوا بقى بعد ما ضربت كويس لما هاجي استخدم المعلقة الخشب، بصوا الخليط ازاي ناعم وحلو، شايفين بصوا ناعم ازاي، هو كده تمام. هنسيب بقى الخليط ده يهدى خالص، طبعا الخليط ده سخن لسه، هنسيبه يهدى خالص خالص. ولما يوصل شوية يقرب ان هو يبقى دافي او بدرجة حرارة الأوضة هنحطه، هنغطيه ونحطه في التلاجة لتاني يوم. الايس كريم بيبقى افضل ان احنا نعمله تاني يوم، بيكون الخليط قوامه بقى احسن، النكهات اتظبطت، القوام بقى افضل. تاني يوم بقى بإذن الله نبتدي نعمل الايس كريم بتاعنا. تاني يوم بقى هنبتدي نحضر البيكان بتاعنا، نعمله كرملة كده ونحمصه شوية. عندي هنا في طاسة على النار عندي 20 جرام من الزبدة و20 جرام من السكر البني اللي احنا استخدمناه في الايس كريم. هنشغل النار كده على نار هادية خالص بحيث ان بس الزبدة تسيح، انا عايزة بس الزبدة تسيح مش عايزاها تغلي او تسخن جامد، بس الزبدة تسيح والسكر مع الزبدة يندمجوا مع بعض زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده. هبتدي اضيف على طول 170 جرام من البيكان. انا هنا ضربته شوية كده في الفود بروسيسور، ممكن بالسكينة نكسره على البورد بتاعة المطبخ، برضو على نار وسط مش عالية. انا عايزة اقلب البيكان مع الزبدة والسكر بحيث ان الزبدة والسكر تغلف لي كل حبيبات البيكان. مش عايزة زبدة وسكر يبقوا متركزين كده تحت او في قعر الطاسة. عايزة اتأكد ان كله اندمج مع بعضه، وعايزة البيكان يتحمص زي ما انتوا شايفين انا كده خلاص حمصته. انا مش عايزاه يتحمص جامد لسبب ان طبعا السكر هيتحرق وهيمرر فمش هيبقى حلو، انا عايزة بس يتغلف وكمان يتحمص ياخد له تحميصة حلوة كده بسيطة ونشم ريحته كده. خلاص هنقفل النار وهنسيبه يهدى خالص ويبرد على جنب عشان لما نحطه في الايس كريم يكون بارد تماما. وده شكل وقوام الايس كريم تاني يوم. زي ما انتوا شايفين القوام تقل، والكلاكيع اللي انتوا شايفينها دي اللي هي بتاعه الوش اللي بيتكون او السكن اللي بيتكون على سطح الخليط بتاعنا. انا بقى نزلته بالكبشة. طبعا الوش ده بيختفي تماما او السكن ده بيختفي تماما لما بنعمل الايس كريم او لما بيتحول الخليط ده لايس كريم. طبعا انا هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو الاولاني بتاعي بتاع الايس كريم الفانيليا، ازاي انا حولت الخليط ده لايس كريم من غير ما استخدم مكنه ايس كريم. هسيب لكم اللينك في الصندوق الوصف، مهم قوي تشوفوه تتبعوا التعليمات بتاعته. وده شكل قوام الايس كريم بعد ما اتعمل وخلص. طبعا في المرحله دي الايس كريم بيبقى طري فممكن نضيف اللي احنا عايزينه. طبعا بما ان الوصفه باتر بيكان فهنضيف المكسرات اللي احنا عملناها مع بعض وهنقلبها كويس في خليط الايس كريم لحد ما كله يبقى مظبوط ويتساوى مع بعض. شايفين ده شكل القوام الايس كريم حلو ازاي. هنحطه بقى في الفريزر، وطبعا كالعاده زي ما انتوا عارفين انا مش بصبر قوي يعني، كان المفروض طبعا اصبر اكتر من كده عشان الايس كريم يمسك روحه اكتر من كده، بس ما قدرتش بقى. ده شكله طبعا لا يقاوم، انا مش قادره اقول لكم يعني والله بجد يعني الايس كريم نفسه لا يقاوم والنكهه دي لا تقاوم. اللي بيحب البيكان وبيحب المكسرات وبيحب طعم الكراميل، الايس كريم ده هيعجبه جدا جدا جدا.
وإن شاء الله لمّا تجرّبوه هتعرفوا قد إيه هو حلو وطعمه فعلًا فظيع. هتلاقوا دايمًا وصفاتي مكتوبة تحت كل فيديو في صندوق الوصف، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد.